9:30 إلى 5 دقائق صباحا قطار القاهرة دمياط رقم 967. ماما افتحي لي يا ماما. بخلص تماريني. تمارين ايه يا ماما اللي تخلصيها؟ افتحي يا ماما، التاكسي واقف بره هنتاخر. مش مصدقاكي، خدتي عمرك كله وفي الاخر برضه ما عنديش 5 دقايق لنفسي يا ساتر. 7. الله يا ماما، التمارين الرياضيه اللي انت بتعمليها دي مش عارفه على السكر. اللي عنده سكر لازم يلعب رياضه، ده الدكتور ده ما بيفهمش. بس انت شايفه يا ماما سجاير كتير قوي من امبارح، ما ينفعش. امبارح كانوا بيعرضوا فيلم يا نصيبتي، قلب عليا المواجع قوي. لا يا ماما، لازم تاخدي بالك من صحتك، مش وقت كده. ماما انت عايزه اللابتوب ده في حاجه؟ ايوه طبعا. اصل ما بشوفكيش فاتحاه يعني. لا يا اختي، طول الوقت فاتحه، انا ورايا غيره. يلا يلا يا ماما، يلا يا ماما. اظن جوزك لو ابوزه عشان جايه معايا. اسكتي والنبي يا ماما، ده صعبان عليا من يوم ما صفوا الشركه يعني، وهو مش طايق نفسه. نص الموظفين مشيوا، هو بس اللي قاعد حاطط ايده على خده. بقول لك ايه صحيح، انت جبت الورق ولا نسيتي حاجه؟ لا 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 لا، ما نسيتش. كويس، اصل الموظفين هناك بيتلككوا. انا ونصيبي، حتى لو ما صرفوش المعاش يبقوا يصرفوا لي صندوق الزماله. على الله بس يصرفوه. اطبع لي الطبعه ال10. التسعه خلصت بالصلاه على النبي. عايزه تغير لي صوره الغلاف، ها؟ حط لي الصوره الجديده دي ومجرفاتها جديده. بروزه وكبرها كده. صباح الخير يا استاذ عفيف. مش قصر، المرتجع قد ايه؟ 75 يا ريس. يبقى ما بتشتغلش. مفحوط والمصحف مفحوط، بس المخبرين بيضايقوا السريحه ما انت عارف. الله، انت مش بتقفشهم في كل طلعه؟ عملوها بقت 5 جنيه يا كده ارموك بره القطر. خلاص علي انت كمان، خلي الكتاب بجنيه وربع. جنيه وربع ايه يا ريس؟ جنيه وربع الكتاب ده. ايه ماله الكتاب؟ ده الزبون بتاعنا ضايع. ايه يالا مالك يالا؟ هو كده كويس. كده انا هاخد 200 كتاب بس. وعليك 400 جنيه. حاضر يا ريس. دول 300. ناقص 100.
مزنوق شويه. ما انتش قد الجواز ما تتجوزش. كيف الطيني يجيب له معلقه. بقول لك ايه؟ امسك اكتب اسمه واسم الكتاب على الحيطه، دعايه يعني. يلا اتكل على الله من وشي. وانت كنت عايش فين داهيه؟ في داهية السويد. وايه اللي رماك الرميه السوداء دي؟ نصيبي بقى. ثانية، رايحين على فين؟ هنركب الاتوبيس يا ابني. طب ما نركب تاكسي أحسن. فيها 20 جنيه. ماشي. ده غير اجره السواق. هو الموضوع ده مش ماشي في السويد ولا ايه؟ لا طبعا ماشي في السويد، ده السويد أصلا كلها ماشية بالرشوة. استغفر الله العظيم. اهو ده اللي جايبهم ورا. جايبنا احنا لقدام. والله العظيم ربنا ما مبارك في بلد قد البلد دي. طب لو سمحت ممكن منديل بعد إذنك؟ انت لازم تنف في منديل يعني، ما تنف كده وخلاص. أنا مش عايز أنف، أنا عايز أداري الكلبشات دي لو سمحت. تداري الكلبشات. عاوز أداري الكلبشات. خد خش. على فين يا باشا؟ محطة مصر يا اسطى. قفش فين يا حصون؟ وانت مالك يا اسطى؟ ما تخليك في حالك وتبص قدامك. اوكي اوكي خلاص، كلكم بقيتوا جايين من السويد. تاكسي محطة مصر يا اسطى. تعال اركب خد جنبك يا حصون. مؤاخذة حصون، لا مؤاخذة اصلا احنا نسينا في هناك. تعالي متشكرين، نسينا الوقت هناك. شكرا. بس احنا ركبنا وخلاص. ركبنا ايه؟ الراجل اللي ورا ده مسجون، حاطط في يده اللي بتاع دي الكلبشات دي. خلاص ما تزوقش احنا في الشارع. لا يا عم. طريقة جدا. ولا مش قد المجال. حاضر هركب. بسرعة يا باشا انجز. مين اللي بيتصل؟ ده الدكتور وائل. الدكتور وائل. مش دي اللي انت كنت بايته وياه في المستشفى؟ اسمها بايتة في المستشفى عشان النبطشية، مش بايتة معاه. ما فرقتش. يا ناس مجنون. الستات اوعى انا نخلص احنا دي. عاوز منك ايه؟ ما تشغلش بالك انت. ما تشغلش بالي ازاي يعني؟ مش كنت معاه في المستشفى وانا واقف ممطوع بره؟ بس ما تقولش مقطوع، محدش قالك تخش. نخش كيف يعني؟ عايزاهم يقولوا جوز الدكتوره ابو يد مشقق او قميص مشقق جه اهو. وطي حسك يا عبد العزيز، احنا في الشارع. شرعي ما تخافيش، ما حدش من زملاتك هنا هيشوفك يا دكتور، ما تخافيش يا دكتور. يا حبيبي ليه؟ قطر الصعيد من هنا يا اخويا. ايوه من هنا يا ست، من هنا. يلا بينا متاخرين يلا. يا دنيل عليا يا عبدو، كنت واقف جنبي دلوقتي يا ابني. يا عبدو ليه يا ابني؟ انت عارف ان انا لوحدي يا حبيبي. انت رحت فين؟ والنبي يا اخويا قطر بني سويف منين؟ يمين يا حبيبي. يمين كده. يمين. صباح جراد يا ابن المشلوق، واكل المستهبله انت بقالك كام يوم وعامل فيها عبيط. فين ياض السرميه بتاعت كل يوم ولا احبسك؟ عيب يا باشا. صباح الفل. يخرب بيت امك، الدنيا كلها شافتنا والباشا واقف ورايا. طب انا هطلع القطر ازاي؟ صرف نفسك يا حيلة امك. يلا اتكل على الله. حبيبي يا باشا. الو مين؟ هو انت كمان مش مسجل اسمي يا وكساتي؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا اخويا، مالك مدهول كده ليه؟ مخبر ايه وكلام فاضي ايه؟ حاسبك تراخرة انت متولة. ايه ده عايز بكلم؟ يا لهوي طب خلاص يا لهوي. ايوه يا عز اتبهدلت قوي يا عز. بقول لك ايه، انت راميني كده ليه يا اخويا في البهدله؟ اقطع دي شغلانه. يا اخويا والنبي انا مش طالبه حاجه كبيره قوي، ده هي حته اوضه نوم. يا اخويا اتكلم امي. طب كلم امي. خد يا امي. يا بنت بعيدة عن التليفون يا بنت، لا يتبل يا بنت. انا مش هكلم حد، انا مررت اتفاجئت. ده من يوم ما دخل البيت علينا وقدمه سودا قدمه نحس. هتفضحينا مع الراجل. ايه يا عز، هكلمك بعدين. سلام دلوقتي. ايه يا اما مش كده، ده السعد اللي احنا فيه ده. شوف البنت حركاتها، انت عاوزاها ولا مش عاوزاها يا بنت؟ انتوا جاي. انا عارفه بقى يما، انا خايفه يمشي والاقي نفسي قاعده في قرابيزي. يبقى خلاص، يبقى حطوا في بوق الطين واسكتي. اما واصبروا لغايه ما اجيب لك اوضه النوم.
اما لو كنا طلبنا منه شبكه ومهر كان عمل ايه؟ هو كله طين على دماغنا ومفيش الا انا اللي شايله الطين ده كله ده. اما عايزاه ايه خضتين؟ شنطة العدة فين؟ مش عرفني ما تدور عليها، ده مسطول زي ابوه. انا تعبت يا رب. جاي يا زفت. يا رب ما حدش تعب ولا شاف انا شايفاه. هي شنطة العدة هنا. مكلفة معايا من امبارح يا مسطول. العيال فين؟ نلاقيهم عند كيلو 65 ونقابلهم عند السنفوره الرابعه. هيتأخروا علينا. ما ياكلش. ايه يا عم صبري؟ مش ناوي تظبط المارش ولا ايه؟ العدة يا اخويا عليها تحت الكوبري اظبطها لك. انت عملتهم يا نجم. الله يخرب بيت امك، قروا بقى جبتونا ورا. قعدت عليك امتى يا نجم؟ بعد عليا بعد العصر. بعد العصر؟ بيصلي يعني. ما نسمعه فين الاغنيه يا ملاك؟ ده جاي يتفق على الفرح ويمشي على طول. هو بس احنا يا دوبك نخطفه 5 دقايق نسمعه فيهم الاغنيه، وانا متاكد ان هو مجرد ما يسمعها هيصدق ابوه الامين. وحياة ابوك انت مالي ايدك منه ولا ازاي كل مره يا ملاك؟ لا مالي ايدي منه، ما هو ده يبقى مدير اعمال المطرب الشعبي اللي حكيت لك عنه. احنا هنسمعه الاغنيه، قال حلوه هيشتري، قال وحشه بتترمي زي اللي اترموا قبل كده بقى. بس خد بالك هو بيقفش. يا عم يقفش يقفش بس اشتري الاغنيه. ثانية واحدة بهات بس هجيب سجاير على ما تخلصوا الغنوة الجميلة. ايه يا حاجة؟ انت بتقفلي ولا تفتحي؟ وانت مالك انت عاوز ايه؟ والنبي يا حاجة علبة كليوباترا. حاضر اتفضل. شكرا يا حاجة. يلا يا حمدي يلا يا ضنايا قوم غير هدومك كده عشان نروح نقابل خالك. يمكن يا ضنايا حد عامل لك عمل ولا حاجه ينزح من عليك. ده خالك ده جامد قوي في مصر. سوى يا حبيبي اللي رمينا من دماغه. ها ربنا يسامحه. انا ماليش غيرك يا حمدي. ما تقطعش يا اخويا قلب امك عليك. انا كويس اهو يا ام. كويس ايه؟ نفسي تبقى كويس. قوم يا ضنايا قوم يا حبيب امك كده عشان تغير هدومك كده وتبقى حلوه عشان نروح نقابل خالك عشان يعرف ان انا عرفت اربي ابني من غير ما نديله ايدي. خلاص ياما بقى. ايه يا واد فيك ايه؟ حصل لك ايه؟ عايز تتجوز؟ انا اتجوز؟ يوه وما تتجوزش ليه؟ طب شاور على اياتها بنت كده وانا اجيبها لك لحد عندي. اسم الله عليك يا قلبي. اجوزك احسن واحده في البلد، ما بقاش عايده بنت مجاهد لو ما جوزتها لك. احنا يا اخويا معانا فلوس كتير، المحل وبيكسب حلو قوي. ابوك الله يرحمه ويحسن اليه ساب لنا قرشين كويسين. بعدين يا ضنايا يعني هو انت اول واحد تسقط في الثانويه العامه؟ بتوع التعليم واللي بيتعلموه انا اللي وديتك بايديا. احنا يا ضنايا ملناش في العلام، احنا ناس ارزقيه على قد حالنا. وبعدين دي تالت ولا رابع مرة تمتحن فيها وتسقط. يا ابني ابوس ايدك يا ضنايا انساها بقى وريح قلب امك. بيحبك الواد حمدي يا بنت. هيموت. قضيها نظرات رايحه والجايه لما عينيك حوالي. وانت يا اختي ما ينفعش معاكي غير انه بيعفص. يعفص مني خلاص يا بنت. بعدين يلا بقى نتاخر على مدرسه السنه تعالى. الو. ايوه يا بنت امك فين؟ امي راحت الدورة اصل مساعد السمره مات. طب اسمعي، عايزك تحضري لي ملابس داخليه وقميص وبنطلون. ايوه قميص وبنطلون بتوع الشغل وتستنيني بيهم على المحطه الساعه 8:30 فاهمه؟ حاضر يابا. عيني ماشي. لا مش اتاخر. لا انا جايه على طول. سلام يابا. مالك يا بنت؟ افراج مفيش مدرسه النهارده. يا اختي انا مش عارفه مدرسه ايه اللي انت شبطانه لي فيها دي، ما تعملي زيي وتقعدي في البيت. اتنيلي. دي المدرسة هي اللي مروجاني وكمان بتخليني اشوف المنيل. يسألوني بقى انت رايحة فين؟ رايحة المدرسة. جاية منين؟ جاية من المدرسة. الو؟ ايوه فريد. فريد اسمه فلفل يا اختي. بنت يا بنت دي منال الظريفة. انت فين؟ رايحة المحطة؟ رايحة تعملي ايه؟ طب خلاص انا في ايدي حوار كده ساعة واجيلك. يلا غوري. مالك يا في ايه؟ ازاي؟ البنت بتلغيني عادي كده. اطمنت يا حمار. ما دام اطمنت تبقى هتقلع. بس لو قلعت لي تقلع على غيري يا غالي. ممكن برضه. ده النسوان دول بقى حرام. السلام عليكم. سلام عليكم. انت وش امك عامل كده ليه؟ مشاكل شويه. مشاكل ايه مع خلاط؟ لا بحب العب مع الاسد. انت مين يا شبح؟ عرفت يعني ايه؟
تبع هيمه، جاي تبع هيمه. طب ومالك مخطوط كده ليه؟ لا حلو يا اسطى. يعني صوتك مش سامع. حلو يا اسطى والله. خد يالا تحدف وتجري يا ابن العبيطه. ما تحاسب يا اخويا انت وهو ايه عميته. ايه الغلط ده يا مره؟ خلاص يا ست، لا مؤاخذه. لا مؤاخذتك معاك يا ضنايا. انا لو ضناتي ما كانش زماني اتفطمت. والله. بص يا اخويا بص، وجع في معاميع قطري لطك انت وامك. بتحط ايه في الحله يا وليه؟ يعني بحط الجوز واللوز، بحط جوز الطيب يا اخويا. حرام عليك يا شيخه، هريتيني جوز الطيب. هو يعني بيحوق فيك حاجه؟ بلا خيبه، مش ياخد الريح من البلاط. خليني امشي على القضبان زي الصاروخ، واخر النهار برجع اتخمد زي الفرخه الدايخه. عقبال ما تترمي جنبي وتدوخ. يا وليه تهدي شويه، انت ايه ما بتشبعيش؟ حوش حوش حوش. طب اديني يا اخويا حطيت حبتين، لما اشوف سبع البرومبا هيعمل ايه؟ يا وليه حرام عليكي، تعبان عندي شغل. مش كنت قعدت كلتلك لقمه تصلب بيها طولك بدل ما انت ماشي ظهرك مدلدل؟ بقول لك ايه، مش طافح، انا عايزه مدلدل. ماشي يا اخويا، لف لف، خلي لف ينفعك. تقولش هيدوك العلاوه بلا هم، عن اللي فيها حمل السكه الحديد. على مهلك يا اخويا. اخيرا مسعود. خير يا مهندسي. على فين بدر النهارده؟ رايحين المحطه. الواد عزت ابني جاي من ليبيا النهارده. بارك الله يا مهندسي، ربنا يعوض صبرك خير. ايوه الحمد لله. ما تيجوا تشربوا شويه شاي. متشكرين يا عم مسعود، ابدا سلم لنا على صفيه. الله يسلمك. انت مسحوق بلسانك ليه؟ ما بتبلش في بقك فوله؟ بيقولوا ليه ان عزت جاي من الليل؟ هو اللي هيجيب الواد عزت هنفرغه كله ولا ايه؟ لا مش هنفرغه، بس بانه كده يعني هيحسدك. يا طريق طيب. ما قلناش حاجه، بس خلفته كلها بنات، واتجوز صفيه مخصوص عشان تجيب له العيل، وطلعت في الاخر ما بتخلفش. طب انت تقول له الواد رجع من اخويا من السفر، ربنا يستر. صدق ان انت عندك حق برضه. يا ام عادل انا رايح اهو. اجيب الميكروباص. ايوه لا ما تخافيش يا سبحان الله، وما شفت ايه حال والله العظيم محامي. ما تخافيش يا ام عادل. ام عادل وعادل في رقبتي، ما تخافيش. حاضر يا حاج، اول ما هقفل معاك في وشك كده على طول هحدد. خلاص يا حاج، سلام عليكم. اطلع يا اسطى ولا مصالح. في نفرين في العربيه ادفعهم؟ يا سيدي ماشي، انا هدفع واحد وانت تدفع واحد. خلاص ماشي. انا مش عادل. بقول لك ايه، انا المحامي. متاكد انت؟ هو Amit? No, I'm doing perfectly fine. I'm in cuffs and feeling great. لا طبعا. لا طالع عين اخويا والنبي. يا حاجه مرتي ضايعه بدور عليها، يلا بسرعه. يلا يا حاجه بسرعه. ايدك يا حاج. وقف كده ليه؟ ما تركب. مش عاوز اركب القطر يا صلاح. عايز تركب القطر كيف؟ امال هنروح فين؟ خايف؟ اركب يا عم، سيبها على الله، هيحصل اكتر من اللي حصل، اركب. كلك تمام يا ريس. مالك يالا مخسك كده ليه؟ ما نمتش بقالي يومين، للشغل ده للشغل ده، مش عارف اجيب طلبات البيت والعيال منين. شقيان والله يا عم ابراهيم. يا ابني ما تشيلنيش ذنبك، خش جوه القطر شوف لك اي كنبه ريح عليها شويه، روح. طول عمرك ساعة واقف يا عم ابراهيم. يا مدام يا بنت الكلب القطر هيفوتني. امي يا سعديه قطعوا مني قبل ابوكي. يا بنت امك والنبي، يا بنت القطر القطر الله يفتح لي قبل ابوكي. ناس غلابه والله، يستاهلوا. يستاهلوا؟ اقعد بقى الصعبان لي بقى ومصمص لي في شفايفك وتقعد تقول لي بره في القطر بيقفوا طوابير وبيوزعوا عليهم ملبس في القطر، ما كل واحد راح عاش لي بره يومين يجي يتنك علينا هنا. لا هم في السويد ما بيعملوش حاجه ان هم يتكعبلوا. يا عم امريكا دي متخلفه. على فكره السويد دي مش ولايه من ولايات امريكا. ايه؟ امريكا بلد والسويد بلد تانية خالص. امريكا دي كبيره يا عم. يا عم انت مش عارف حاجه. ولا عايز شاي. يا واحده فضت فوق. علي علي علي. صبر نفسك.
هتشوف عيل صغير. وادي علي، وادي علي، علي. كنت تشرب سجاير يالا؟ يوه والله يا اخويا مش هنعمل فلوس مستلمة من على البيت. بكيف ما بقولك جاتك القرف. انا غلطان اني فكرتك بقيت راجل. كده كده هتروح لستك النهارده يا علي، وفوت بقى يا هم. يو على دماغي، نسيت دواء السكر. خلاص اول ما نوصل ان شاء الله نشتري علبه جديده. ولا ما نشتريش، انا خلاص جسمي نحس من كتر الدواء. ما سبتي العيال فين؟ عند امان يا ماما. يا ساتر، ما لقيتيش الا البت دي؟ ما كانش قدامي غيرها، وبعدين يعني كنت سيبك تيجي المشوار ده لوحدك؟ طول عمري لوحدي من ساعه ابوكي ما مات. هو مش عندهم دروس يا بت؟ ما جاتش من يوم. بعدين هم اصلا مش نافعين في المدارس، ده ماشيين بالدروس بالعافيه. انا اصلا عايزه انقلهم. وماله؟ انقليهم. واعمل ايه بقى في مصاريف النقل؟ ده هتكلف لها يجي 10000 جنيه. انا لو معايا والله يا حبيبتي كنت ساعدتك ولا اتاخرت عليكي. ده انا ساعات ما بيبقاش معايا حتى اجيب علبه سجاير. والله بشتري سجاير فرد. لا ماما بطليها، بطليها يا ماما عشان صحتك، انت كبرتي. ولو مش هبطلها اهو، بطلع غلب فيها من الوحده والله. السجاير والنت. اسكتي يا بت اسكتي. ما قلتلكيش مش راجل من بتوع النت دول عرض عليا الجواز. والله بس انا قلت لا طبعا. وانا معقوله هتجوز تاني بعد ابوكي لا يخشى؟ انا قلت له لا طبعا لا. تصيدي مساء الحب، 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 عبده. مساء الحب، رسائل حب. ده العادي يا اخويا والنبي. ايوه يا حاج. بس رجلي وجعاني يا اخويا شويه. طب تعالي استريحي، اموريني يا حاج. اصل الواد عبده ابني مش عارفه طلع القطر ولا لسه. هو كبير ولا عيل يا حاج؟ لا يا اخويا ده كبير. اعمل معروف، الهي ربنا يسعدك تبص لي عليه شوفوا ركب ولا لا. معهوش موبايل ارن لك عليه؟ لا ده على باب الله. شكله ايه؟ لابس ايه؟ اسم الله طويل واسمر ولابس فانلة بني. ماشي يا حاج، ابص لك عليه تلاقيه بيدور عليك. جبنه طعميه بدل اللي هيفطر. رسائل حب. سندوتش. ايوه جبنه طعميه بدل اللي هياكل. سندوتش. ايوه جبنه طعميه بدل اللي هيفطر. سندوتش. بتضحك على ايه؟ بص مكتوب ايه؟ دي جوابات حب. ايه ما انا عارف. وعارف منين؟ عشان ما بعرفش اقرا يعني. واحد صاحبي قراه. وعجبك؟ بيقول فيه كلام حب بس من بتاع الغلابه مش بتاع الدكاتره. بس يا وليه احنا في القطر، احنا في القطر. مالك يا عبد العزيز؟ سيب نفسك يدك، انا مرتك بردك. طب بتحبني يا عبد العزيز ولا لا؟ طب ليه بس ما عاوزنيش اسافر المنحه؟ ليه ما عاوزش تشوف مرتك دكتوره كبيره قوي؟ قفل على الموضوع ده يا سنة، قفل عليه انا تعبان. واه دي حاجات في دماغك انت بس. انت جوزي وولد عمي وبحبك كمان. طب ده انا ما انساش وقفتك معايا ابدا. فاكر لما اتجوزنا كنت انا في ثانيه ثانوي وانت اللي صممت اكمل الثانويه العامه واخش الجامعه كمان؟ يا ريتني ما وافقت على انك تخش الجامعه، يا ريتني ما وافقت. ده انت كبرت في نظري قوي يا ولد عمي. كنت نزلت من نظر نفسي. بعد 5 قراريط عشان اجيب لك عياده في البلد واشتغل انا فيها فراش. لا عشت ولا كنت. ده انت عندي بالدنيا وما فيها. والدنيا وما فيها دي ما يبقاش فيها حته عين. بدل ما يقولوا لي يا ابو عزيز يقولوا لي يا ابو فلان ولا ابو علان. عليه طلاق بالثلاثه، لو جبت عيل لازميه زفت عشان يندهولك يا دكتوره ام زفت. ارتحتي؟ ايه رايح فين بس؟ رايح الولد التلويت زي ما بيقولوها الدكاتره يا دكتوره يا ام زفت. عز الفيوم. مين حضرتك؟ انا صديق عبد الله، صديق اواد بتاع كليه اداب اسره الوطن. ايوه صديق عبد الله بتاع مسرح الجامعه. ازيك؟ وحشني يا ولد، وحشني يا رفيق. اخبارك ايه؟ انا تمام، انا كويس. انت فين دلوقتي؟ انت بتعمل ايه؟ الحمد لله اتجوزت ومعايا ادم واشتغل في الديكور وهي ماشيه. وانت اخبارك ايه؟
يعني لطشه شويه يعني، ربك كريم. الحمد لله تمام. تشتغل ايه يعني؟ اشتغل هنا. تشتغل ايه؟ ببيع كتب على ما الاقي شغل. بقى بعد ما كنت بتشيل كتب كارل ماركس تبيع الكلام الفارغ ده؟ لا وحياة ابوك انا مش ناقص. وحشني يا صديق. الاقيك انا هوصل لك. رسائل حب. رسائل حب. رسائل حب. عز الفيوم اللي عاش طول عمره في الجامعه، نجم المظاهرات والمواقف السياسيه، يترمي في قطر يبيع رسائل حب. رسائل حب. رسائل حب. ابويا وامي راحوا المحطه عشان يستقبلوني. ليه؟ رجع بكاس العالم؟ يتهبل يا مين قال لك تكلمه؟ وحشوني جوا صلاح. يوم ما يشيل الطين لما يشوفوك بحالك المجندل ده، بلبسك الاخضر وتعبان ومفيش في جيبك ولا مليم. ما انت السبب، قعدت تقول لي سفريه ليبيا والدينار ب1.5 جنيه لغايه ما خليتني ابيع الجراطين اللي حلتني منك لله. كنت بترضع عيال بقوله على يد، بالك كمان تسالك مني 5000 جنيه مش يجيبوا جراطين دول؟ خلاص يا صلاح. لا ما خلاص، ما مش انت مقلب على حركه كل شويه انت السبب انت ازاي؟ ما قلت لك خلاص يا صلاح، انا بفضفض معاك يا اخي، نفوخ هيطق منك. دي فيها انك شايلني في مرضي ده. ما تقولش كده يا عز، احنا مالناش غير بعضين، وبعدين احنا اللي هو رمينا جلاليب، مالها جلاليب؟ وجرينا عشان نلبس قميص وبطلوه. كلكم بص لب الصغير اللي هيقطع جناب ايديكم تاني. والله هقوم اقلع في قلب الجد واقطع. جبت المشروع الناس هتفرج الناس على السلم بتاعي. الناس يا بتعيط ليه؟ نفسي القطر ما يوصلش يا صلاح. خايف اشوف امي وابوي. اقول لهم ايه؟ اقول لهم بقالي 2 سنين ما لقيتش شغلانه يا دوب كنت باكل واشرب؟ ولا اقول لهم يعني اتسرقت؟ ايوه اقول لهم اتسرقت. سرقونا يا عز. سرقوا كل حاجه، سرقوا فلوسنا. سرقوا سنين اللي راح، مش دي الحقيقه. ايه هو ده اللي حصل. ما لبنيش غير كليتي اللي اتهرت من كتر الجرس. انت عارف انا ايه اللي مصبرني؟ ان ابويا نظره ضاع. امي من كتر الجرف اللي شافته في حياتها ما عادش يفرق معاها حاجه. هما يومين وهيفوتوا الدنيا. يا عالم احنا هنكمل حياتنا كيف؟ شايف ايش شايف؟ يا دي يا ستك الغولة، استغفر الله العظيم يا رب. شيل رجلك يا هلا باشا. حاضر حاضر. ونام عدل. ما تنام عدل يالا. احلى صول في اسام مصر العربيه كلها. وانت 5 دقايق بحالهم عشان تجيب كوبايتين شاي بروح امك. وليه الغلط الام بس يا حضره الصول؟ يا هتلاقي منك ولا من الولد؟ مش عاجبك ولا ايه؟ يا باشا وانا طول اتشتم من الحكومه؟ يا ليله بيضه، ده الحكومه دي انا لحم كتافي من خيرها، ده اللي مربياني يا باشا. تربيه وسخه. بتقول ايه يا ولا؟ احلى كوبايه شاي يا ابني ما 100 مره قلت لك بلاش كوبايات البلاستيك المصننه دي. ليك كوبايه شاي في العياط، كوبايتين في العياط. كابتن من بتوع المج ولا ايه؟ لا يا سيدي، كابتن بيبوس في الشارع، جاي من السويد، امريكاني. يا بختك يا جدع. مشبوشي يا ولد مش تحاسب مره بقى عشان الحسد. لا يا تقيل. تقيل في الشاي كيف برضك يا حضره الصول، والخفيف منه ماسك. شاي. في كوبايات هنا؟ ما ترد يا ابني. لا دي امي. امك؟ ومش عاوز ترد عليها ليه؟ تقعد تعيط بقى وتعمل لنا فيلم. ما هو انت اللي دبست نفسك في النيله دي. حد يبوس مره في الشارع؟ كان فين امها ولا ابوها دي؟ تقرب لك ايه؟ مراتك؟ خطيبتك؟ لا صاحبتي. بلاش قله ادب بقى. صاحبتي لو كانت في بلادها كانت قدرت تعمل كده؟ اي حد يقدر يعمل كده في بلدها، انت كمان تقدر تعمل كده في بلدك. يا راجل ابقى ماشي في الشارع وابوس عادي؟ لا ايوه ما علينا يعني عادي. اشوف واحده في الشارع اروح بيسها؟ لا يا عم، يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. شوف بقى يجوا من بره يتنكوا علينا ويقول لك ممكن تبوس واحده في الشارع. بذمتك انت ينفع واحد يبوس واحده في الشارع؟ يا ريت. اهو انا مش عارف انت ايه اللي مضايقك. يا ولاد الكلب، يا زباله يا زباله يا امريكان. انا قاعد مع مين؟ ده بتشرب سمحون؟ يعني ايه اللي ما تضايقش؟ هو ايه اللي ما تضايقش؟ اشوف واحده بتتباس قدامي عينك في الشارع كده وما تضايقش يا زباله؟ مش بني ادم انا؟ حيوان قاعد في وسطيكوا؟ ما عنديش مشاعر وبتتأذى؟
ليك 3 كوبايات في العياط، واقسم بالله العظيم ما انا محاسبك على ولا واحده فيهم. استغفر الله العظيم. يا عم علم عندهم حريه وفي حالهم. ما حدش دعوه بالتاني، ما انتوا عايزينها ميغه تموتوا في اللغواصه، تموتوا في يا امريكان يا ولاد الكلب، يا امريكان يا ولاد الكلب. رد يا اخويا، رد يا اخويا على امك وشوف رايها ايه في موضوع البوس دون. الو. ايه يا ماما. انا جايبه لك اكل معايا يا ضناي، زمانهم مجوعينك. عامله لك المكرونه اللي انت بتحبها. الوكل فين يا معاذ؟ في العربيه يا اخويا. ايوه كنت عايزه اجيب لك اكبر محامي في البلد بس طلع مشغول. ادوني واحد كده اسمه الاستاذ شكري. قولي له ما يجيلكش ناقف معاك وقفه رجاله. طب يا حبيبي يا ماما خلاص بقى. طيب طب انا هستناك على المحطه، مش هتحرك ابدا. مع السلامه يا عيني. لحظه اقول له حاجه يا معاذ. طيب يا اخويا، طب الصوت عايز يكلمك اهو. طيب ايوه يا استاذ عادل، اقول لك ايه يا مؤاخذه يعني، وانت بص ست هانم الخواجاي كنتوا قاعدين في عجلات عربيه من قدام ولا على الكنبه من ورا واخدين راحتكم على الاخر؟ طبعا ده هيغير في القضيه 180 درجه. والله وكبرت يا راجل وخواخ. كله منك انت وعيالك، منكم لله. اهو عايزه جاي لك اهو، وهيساعدك ويشيل عنك، مالكش حجه. لا انا مش عايز منه حاجه، هو بس يشوف نفسه وصبت اخواته البنات وانا انعش لهم. اللي تفتكر يا بهنسي الواد يعني شايل قد حوش كام يعني؟ قال له 120 باكو، دول سنتين يا وليه. يا رب ده احنا نبدا حجر بحال. لا بقول لك ايه؟ اللي نتفق عليه انا وانت هو اللي هيكون، ما تقعديش تزني في ودانه بقى، فاهمه ولا لا؟ فاهمه يا اخويا فاهمه. من طعميه الله لا يسيع. احنا نقول له اشتري الجراد بتاع ابو محروس اللي عايز يبيعه. وانت فيك حيل تزرع ولا تقلع؟ ادينا قرنين فلفل بس بالحامل. خد شكريه. الواد عايز يعمل له مشروع، ربنا يبارك له فيه. مشروع ايه؟ الارض يا نعيم. طب انا من يوم ما بعت حته الارض اللي حلتني حاسس ان انا ماشي عليها مغرب. لا نمت وضغط نجح عليا غير من يوم ما رميت الفسح وقعدت لا شغل ولا مشغله. يا راجل جينا بنشتري الفلفل يا نعيم بعد ما كنا بنزرعه. حلم الغلابة هبابة ولقمة عيش وضلاعة سحابة، نموت في اليوم 200 مرة، نعيشها حلوة أو مرة، نشوف بكرة من امبارح ويصبح حلمنا ذكرى. فاكر الاغنيه دي عملت ايه في مظاهرات الجامعه يا منعم؟ حركت المظاهرة لحد باب مكتب العميد يا ابن اللذين. ظاهر يا منعم ان احنا اللي ماشيين غلط ومضايقينها قوي، الناس كلها ماشيه شمال واحنا مصرين نمشي يمين، قال يعني بس احنا اللي بنفهم في المشاعر وفي الاحاسيس. عارف هي اغنية واحدة بس تضرب ولا يغنيها حد معروف؟ نركب ونكسر مصر والفلوس تجري في ايدينا زي الرز. لا يا عم انا ما بفكرش في الفلوس زيك كده، انا كل هم ان كلامي يوصل للناس. ان شاء الله هيوصل، ما تخافش والله. فاكر الاغنية دي يا ملاك؟ اسمع كده. يوه يا فريد، قلت لك انا في المحطه بجيب حاجات لابويا، انجز بقى. الكارت هيخلص. سلام سلام. عايزه ادب مشوار 20 كيلو عشان اشوفه. يمكن معهوش فلوس يا بت. يمكن بقى هو كده مش صريح طول عمره. هتعملي ايه امال؟ ولا حاجه، ابويا قدامه ساعه ويجي، ولو جه ما رجعنيش هيبقى يوم اسود. روحي انت بسرعه وتعالي، ولو اتاخرتي هديله انا الشنطه واقول له ان البت منى خافت تتاخر على المدرسه. صايعه يا بت طول عمرك. اوعي ودي عليها كده ولا كده تمشي معاه وتنسى ابويا، انا عارفاك. فين يا حسره، ما انت يا اختي شايفه المحطه كلها ناشفه لما فيها حاجه واحده بس تفتح النفس. يا فريد استنى يا بت، احنا فين هنا يالا؟ المنطقه دي اسمها ايه؟ اسمها الشرقانه. بيتك ليه؟ عامل بنت مشتاقه عايزه تشوفني بعد البلاغ. ولا كبرت يا صايع وبقيت تقول عن السرقه بلاغ؟ خليها يا اخويا تجيلك تحت الكوبري، اهو برضه حته مقفوله تعرف تدحر فيها. ضحك فيها اخرس. الو يا بنت، بقول لك يا منى، يا منى قريت فيها رصيدها خلص، هات العده بتاعتك عشان الغيها. طلع سنترال اهلك انا، ما تروح لها ارخص. يلا يا عم فلفل، ورانا مصلحه عايزين نقضيها. ايه؟ يلا يا حبيبي النكليه، يلا يا اخويا يلا. انت قاعد كده ليه؟ خلاص؟ لا لسه. يلا يا ننزل نشتغل معاهم، لا حول الله. يلا يا دكر من النكليه، قدامنا كيلو هيتشال. يا دي الليله السوداء، انت قاعد متسمر كده ليه؟ اصل دي اول مره اصلا. اول مره؟ هي شرب سجاير؟ يلا يا حبيبي شيل معاهم، يلا. بقول لك يا اسطى. نعم. انت قبل ما تليل علينا. انا خايف.
خايف؟ يا ده انت لو سخنت عليها تاكلها. انت اهطل، خايف مين؟ يلا يا حبيبي شيل معاهم، ما تخافش من حاجه ابدا. يلا يا حبيبي. لا اله الا الله. بقول لك ايه يا فلفل، احنا مش بتوع حب يا جواز ايه ونيله ايه. طب جرب كده خلص معاه في الحنايه، ده اللي عاوزاه اي بت. ما يجيبك يا قرد الا الموز. قرد ايه يالا؟ يا ده انا ما بدورش على قرد عايز موز، انا عايز احب واتحب. ايه مش مكتوب لي احب؟ يا ده الحب ده للطلبه اللي ما عندهمش خن يعيشوا فيه. اصحى، احنا على باب الله. يا عم انا عبيط وبحبها. تحب مين ياض؟ دي بنت لسه شايفه جسمها قريب في المرايه. صبري ناهيه. ماشي، واديك بتظبط مستقبلك عشانها اهو، برضو تبدا حياتك معاها في الحرام. يا الله حبيبة قلبي انت فين؟ سميرة؟ سميرة مين يا مرة؟ انت ضاربة برشام؟ أنا صبري الميكانيكي. بيتك الحاجات ما بتفهميش. ساعة كده وكلميني. يا اختي بطلي رغي بقى. طب يلا. طيب. حاضر، هسلم لك على مسعود. يلا قفلي بقى يا روح امي، مع السلامه. نسوان فاضيه يا اخويا. بقول لك ايه، ما تقوم كده تاخد لك لفه كده وتشوف لك حاجه تعملها. ما تفوق يا راجل وتقوم، ما انت ما بتسمعش كلامي. لو كنت ضربت طبق الفول وشويه الجرجير كان زمانك مشعشع. مالك شايل طاجن ستك ليه؟ مفيش حاجه. تلاقي عيالك اكلين دماغك عشان المصاريف، واكيد طبعا امهم عماله تهري وتنكد في نفسها. فاكراني يا اخويا قاعده في البرج؟ تيجي تشوف يا اخويا، تشوف الخيبه اللي انا فيها وتاخدك وتمشي بلا قرف. سيبيها في حالها، هي قادره تتحرك. الروماتيزم موتها، حرام عليكي. لا يا اخويا، ما هي زي القرده، لسه شايفاها دك النهار في السوق. كانت ربنا يشفيها. ايوه يا اخويا، ادعي يا اخويا، ادعي لها ادعي لها. الا ما شفتك مره بتدعي لي يا راجل. طبعا ما هي القديمه تحلى. انت عايزه تقولي ايه؟ تخليكي في حالك. شوف يا اخويا الراجل عايز يكتمني ازاي. ما تقوم يا اخويا تتهوى وتخلصني من قرفك، بدل ما انت قاعد لي على الواحده كده. دي حاجه تقرف. لا انت النهارده فيك حاجه مش مظبوطه، مش مريحني. ياسمين بنت جالها عريس. كفاره يا الف بركه. قال يعني اللي متجوزين مرتاحين قوي ومبسوطين بلا وكسه. انت يا اخويا شايل الطين ليه فوق دماغك؟ ما تفرح يا اخويا ببيتك، اهو هم ونزاح. وقعد في حاجه تفرح. البت ما حلتهاش غير الهدمه اللي على جتتها. ياما قلت لامها شيل لها حاجه لما تكبر. حصل. والنبي لا زغرت لها، دي بنت طيبه وغلبانه زيي. انت زغرتي وانا هحط الطين على دماغي. يا اخويا ربنا يعدلها. بقول لك ايه، هو انتوا اتفقتوا على حاجه؟ اتفقنا احنا هنجيب اوضه والمطبخ، وهو ربنا يكرمه جاب الشقه. ولو اني مش عارف يا صفيه هنجيب المطبخ منين ولا الاوضه منين. يا اخويا ما تشيلش هم، ربك يسهلها. بقول لك ايه، ما تنساش تجيب لنا بطيخه حلوه كده وانت جاي. بس اوعى يا اخويا الفكهاني يضحك عليك زي كل مره ويديها لك قرعه. بلا وكسه البخت مايل حتى في البطيخ. عمري راح في البص على الفلنكات ليل نهار، عشان 400 ملطوش مش عايزين يتهزوا. اعمل ايه؟ اهدم على معاش مبكر ولا اعمل ايه؟ دول حتى لغوا فلوس الاجازات، والعريس كمان مستعجل بروح امه. اقول له يأجل الدخلة شوية، لا لازم يتدبس ويدخل بسرعة. ما يعرفش ان البت زي امها، لو اتعاشرت شوية محدش هيطيقها. عيني عليك يا بنتي. فريها من عندك يا رب يا رب. اخلع فلفل انت والعيال بسرعه، الشاكوش بيمر. خليك على السكه من بره.
انت هترغي يا ابن الورمه. يلا يا صبري قلت لك بلاش لغه الاسطوات دي. خلاص يا عم هننطر. يلا سلام. يلا يا جدعان حملوا الانابيب والحديد وغطوا الحاجه. يلا خلوها غور من هنا في لعبه. لا باشا يا اسطى في ايه؟ مالك يا في ايه؟ يخرب بيتك بطاطس قلت لك شويه الغفير بيمر. يلا نمشي من هنا يا اسطى قبل ما حد يشوف. نمشي من هنا قبل ما حد يشوف. مالك يالا؟ مالك في ايه؟ بتسيح لنا ليه؟ بتسيح ليه؟ تعبان يا اسطى. بلاش انا مشيني مش هقول لحد. انا عايز اروح. عايز تروح؟ اه. هو انا واخدك مصيف؟ انت جاي لنا من قلب مصيبه يا اخي. قالوا لي هيدوك 50 جنيه. مش عاوزهم. انا مش عاوزهم. انا ما بقتش حمل بهدله ونفخ وحاجات. مش عايز تتنفخ؟ تعال بس. تعال طلعت عين. اقعد هنا ومالكش دعوه بحاجه. يلا ولو حصل حاجه سيبنا واجري برقبتي. يلا يا رجاله. بامانه. بامانه. يلا يا جدعان. يلا. الله يخرب بيكم بوظتوا البلد يا عربجيه. حمار تلاقي امك جابها لك يلا. What did you say? عربجيه. فاهمها ازاي دي؟ سيبك من اللي بقوله. تسمعي FM ولا راديو؟ Let's go to محطة. ها؟ محطة. بتتكلمي عربي يا بت؟ عامله فيها اجنبيه يا بت؟ شكلك بتاعت محطات. يا حبيبي يا عسل. Hi, Adil. Hey, honey. What's up? Huh? You left the hotel? I told her to stay till my mom comes picks you up. Huh? Hey, stop yelling. There's no need to be angry right now. بتبوسها قدامي؟ ده انت واد قليل الادب. ما حرمتش؟ انا مش فاهم يعني حتى البوسه دي كمان مضايقاك؟ لا اسمح لي بقى ده مرض. اخرس. هو اللي مرض؟ اقسم بالله العظيم لو التليفون ده رن تاني هخضر بيه بره وراقر. الاحترام والادب بقى ومرض. هات التليفون ده. Sweetie? هات. Please do يا اخويا خلص. الو. Hi. Hello. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ده صوتها ده؟ اه. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. هتكلمها تاني؟ He's totally nuts. I'll call you later. Bye. ايوه. باي باي. ولا محطة. اتفضلي يا عسل. قشطة. 20 باون بالسنة على النبي. $. I'm in the terminal. Where are you? يا استاذ تهاني قضيه سرعان كلها بوس يعني. ده احنا ما دخلنا معاك. اتفضل هيدوا يسير. اتفضل. تايهين ضايعين مش لاقيين المرسى عايشين خايفين. طب امتى بقى نرسى؟ لو متضايقين نمشي. احنا يعني بس قلنا نسمع شوية غنى وكده. لا عادي والله انتوا منورين. انت اللي بتكتب الكلام ده صح؟ انت يا بنتي وانا مش كنت بتكتبي اغاني زمان؟ والله ده انا بكتب كلام حلو قوي، بس ابويا ظبط الكراسه لا فيها بقى كلمه بحبك راح مقطعها ومقطعني انا كمان. لا قول لي يا اخويا هو البتاع ده بيغني عمرو دياب وكده؟ بيغني عمرو دياب وام كلثوم وعبد الحليم. انا بحب عمرو دياب قوي. سمعنا حاجه العموره والنبي. بعدين بقى يا بنتي عايزه اروح الكابينيه. ما تروحي لوحدك يا بنتي مزنوقه. يا بنتي يعني حبك دلوقتي. سؤال اخر بس يا استاذ عادل معلش. وانت بتبوس ست هانم الخواجاي استجابت معاك يعني ولا تمناها عيب؟ اضرب لك في القضيه 180 درجه. I can't understand why you came here. All what happened to Adel is because of you and you know that. It's not my fault that your country is still living in the dark ages. بتقول ايه الوليه دي؟ استني يا ماما. Actually my country is not living in dark ages, but we are respectable and polite people. That's why we don't kiss men in the streets. We can kiss men in the streets because we are clear and simple and we have nothing to hide. And you have so many things to hide here. ما نصلي على النبي عيال. It's okay. But I hope you live Adel to his life. I think it's Adam's decision, not yours. يا اخويا فهمني بتقول ايه؟ والله يا حاج زيك انا ضعيف جدا في الانجليزي بس 50-50 يعني. 50 ما بتعرفش انجليزي امال محامي ازاي؟ حاسب على كلامك عاد. دراسه القرآن عندنا فرنساوي مش انجليزي. خلاص يا اخويا فهميني بقى. كانت بتقول لك ايه؟ مفيش يا ماما. بقول لها تسيب عادل يرجع لحياته بقى.
اركنيها على جنب دي منيله. المهم كانت بتتخانق معاكي تقول لك ايه؟ الهانم مش عاجبها حال البلد. والله عندها حق يا اختي، هي البلد يعني عاجبه مين؟ قول لي يا اخويا اطلبه على التليفون عشان نعرف هو فين، ولا انت كمان ما تعرفش عربي؟ الله يحفظك يا حاجه، والله العظيم هو في حد له كيفهم في العرب ولا يعرف فيه؟ ده انت جاي في الصعب. اتفضل يا حاج. لو امك رد عليها، انما لو البت المسهوكه التانيه دي ما تردش عليها خالص، مفهوم ولا لا؟ لا ده المحامي. يا عم والله انا شايف ما فيش اي لازمه الموضوع المحامي ده، كل الموضوع ان انا هاخدك هنكشف عليك في الاسم وهتروح تاني. وبعدين معلش لا مؤاخذه يعني انت اللي دبست نفسك، حد قال لك تعترف؟ اعترف؟ انت ليه محسسني ان انا قاتلها مثلا؟ يا عم وكيل النيابه بيسالك بوستها ولا لا، اقول له لا، الانكار هيفيدك. طب وانا اكذب ليه اساسا يعني؟ يا ابني خد مني انا خبره 40 سنه في موضوع الاحكام دون، الانبياء والملائكه بس هم اللي ما بيكذبوش، انما احنا البشر ممكن نكذب عادي. عندك حق، انا اللي بقالي كتير بره نسيت الروتين والكذب. بقول لك يا استاذ سعاد، هو انت ما تفكرش كده يعني تتجوز بنت مصريه تلمك وترجعك بلدك؟ لا والله بفكر يا حضره الصول. والله العظيم؟ احلف بالله. اه والله. بذمه اهلك انت بتفكر تتجوز واحده مصريه؟ والنعمه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، مكتوبه لك يا سلوى يا فرج الله. صدق بالله انت عروستك عندي. شوف بقى يا استاذ عادل، انا اقول لك على حاجه، اقسم بالله العظيم انا من اول ما شفتك قلت انا قلبي انفتح لك، وحاسس كده وانا بكلبشك ان احنا هنفضل متكلبشين مع بعض على طول، يعني هيحصل ما بيني وما بينك قرايب نسايب، تاخد من عندنا اخد انا من عندك، بس مش من امريكا. اه والله العظيم. طب والله العظيم انا هتنزاح يا سلوى. سلوى مين؟ زغرته يا اخوان، يا حاجه زغرتي والنبي يا نسوان. الله 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 الله، ايوه زغرته كده، زغرت يا عم سمحون. وبسم الله الرحمن الرحيم والدين الله. لقيته يا اخويا؟ يا حاجه دورت على عبده ده في القطر كله ما لقيتوش، انت متاكده انه ركب القطر؟ والنبي انا عارفه، هو قطع لي التذكره واداني الورقه دي وقال لي لو تهنا من بعضينا ابقى اديها لاي حد يقراها وهو هيروحك، وما شفتوش تاني. اشوف الورقه كده. بيقول لك يا حاجه اي حد يلاقي الست دي يوديه. يوديني فين؟ يوديها البيت. البيت يا حاجه. يا حسره واحنا لينا بيت. متاكده يا امي انه ابنك اللي كتب الورقه دي؟ ايوه هو يا حبيبي اللي كاتبها. هو شغال ايه؟ هو على باب الله بيمسح السلالم، ولا مؤاخذه بياخد الزباله من الشقق، وربنا بيرزقه. وكنا قاعدين في مطرح مرتاحين، جه صاحب البيت طردنا عشان الاجره المكسوره. جات له شغلانه في بني سويف، قال لي يا امي تعالي معايا، وربي هنا ربي هناك. قلت له حاضر يا اخويا. الوقت يظهر والنبي الوقت يظهر، وهيروح فين يعني؟ كلت يا امي؟ من صباحيه ربنا ما حطيتش حاجه في بطني. طب انا اجيب لك حاجه تفطري. لا 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 معلش، اصل انا كنت هاكل مع الواد، بس الوقت نفسي تسدد بقى. سيء عليك النبي يا اخويا، ودينا العنوان اللي هو كاتبه ده، الواد غلبان ملوش حد في الدنيا غيري. ان شاء الله يا حاج، ما تتحركيش وانا هرجع لك. عبد العزيز، أنا عمري ما هتكبر عليك، بس ده مستقبلي وحلم حياتي يا عبد العزيز. ليه بس عاوز تحرمني مني؟ أنا لازم أسافر. هتسافر مع راجل غريب كيف يعني؟ ها؟ ما فهمهاش أنا الحكاية دي؟ أو تقعد معاه كمان في لوكاندا واحدة، ما دخلهاش راسي الحكاية دي. إيه؟ إيه يا مرة أنت إيه؟ بس قدامك. ها؟ أنت ما واثقش فيه؟ أنا ما واثقش في الدنيا بحالها. شوف يا سناء، يا أنا يا المنحة دي. بس دول 6 شهور بس يا وداع. وهي 6 شهور قليلة يا سناء. أقول لك على حاجة يا سناء، عليها الطلاق بال3، لو سافرت المنحة دي لا تكوني طالق. وكمان بتحلف عليا بالطلاق؟ بطل عادة التخلف بتاعك دي. اقعدي اقعدي، وانا مهملك ومش قاعد انا كمان.
شاي. بتضحك يالا، بتضحك يالا. تعمل لي فيها قافش يا روح امك. طب ورحمة امك الغالية، لا تروح لستك النهارده وتخش المدرسة يا علي. انا مش عايز اسيبك يابا. لا تفهم لي بقى، انا خايف اموت واسيبك لوحدك هنا في القطر. ما تفهم يا علي. ما تعيطش يالا، مفيش راجل بيعيط، ابوك عمره ما عيط. طب اقول لك على حاجه، انا امك الله يرحمها ما ماتت كانت خايفه عليا وعليك. قالت لي اسيبكم لمين؟ قلت لها يا ام علي ربنا موجود، وكنت بضحك في وشها عشان تطمن وما عيطتش. ومن يوميها يا ابني وانت بتعلق في ايدي زي براد الشاي. انا بحبك قوي يابا. وانا وعهد الله بحبك اكتر، بحبك اكتر من روحي يالا. ويعلم ربنا انت فراق هيعمل فيا ايه. بس العالم حلو برضه يالا، ومين عارف يمكن تطلع مهندس ولا دكتور. هتتبرى مني يالا؟ اوعى يا ابن الكلب تتبرى من ابوك منه بياع شاي في قطر. قلت لك مفيش راجل بيعيط يالا. اوعى اشوفك بتعيط تاني. ربنا موجود يا حبيبي، ربنا موجود. يلا 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 لم الكوبايات يلا، يلا خلينا نشوف اكل عيشنا. شاي 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 الشاي شاي. ايه ما ترد؟ انا هرد. واتساب سيس؟ احنا بنطمن عليك عادي يعني، ما حصلش حاجه. خلاص اقفل سلام. ايه خلاص زهق مننا؟ كله من بنت الكلب اللي قاعده دي، هي اللي مقويه علينا وخلته نسينا. انت عايز الحاج يعني؟ هي تنهز بصراحه. بس يا جماعه بتفهم عربي. يا اختي ما تفهم ولا تتحرس، امال يا اختي لو كان اتجوزت لا 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 كنت عملت فينا ايه يا حبيبتي؟ خلاص انا عايشه معاك كده في الحرام. ده حتى عيب كده. هم راحوا فين؟ انا عارفه يا اختي، تلاقيهم في الحمام ولا بيشربوهم سيجارتين. ما هم فنانين بقى. ولا غاروا في داهيه، دي عيال ملزقه كده وعامله فيها حساسه. على فكره بقى ده ذنب فلفل لو طعناه. تلاقينا بفضلك يا خايده. مين ده؟ ده ميت يا حبيبتي. طب بيتقدم لك يا بنت. منين يا حسره؟ ده بيصرف على امه واخواته. يعني هتفضلوا كده من غير جواز؟ انا متكلم عليا الواد سعيد المساعد بتاع ابويا في الجار. انت موافقه؟ عادي يعني، مش فرجالي، هو راجل والسلام. هاتي بقى موبايلك لما اكلمك. خدي يا اختي دمرتي ام الكارت. والله ما انت طول عمرك هرياني. يلا يلا ربات العصبي في ايه؟ حاضر حاضر حاضر. الواد ده اتخطف واتغير. شكله يا ابني مالك يلا في ايه تاني؟ الناس يا اسطى هتموت لو القطر ده جرى له حاجه. ياسمين اللي تموت يا ابن الموكوسه. احنا طول عمرنا بنسرق حديد القطر. لا قطر بيتقلب ولا ناس بتموت. عارف ليه؟ الغفير مسعود بيمشي على السكه، لو لاحظ اي حاجه بيتصرف. بيتصرف ازاي يا اسطى؟ احنا شلنا الحديد كله. فاهمك تعالى. الغفير مسعود بيبقى معاه شنطه، الشنطه دي فيها كبسولات، لما بيمشي على السكه ويلاقي حته حديد مخلوعه بيجري قبلها ب 800 متر حته اول كبسوله، لما القطر بيعدي على الكبسوله دي بتفرقع، بس هو بيعرف ان في مصيبه، يبتدي يهدي، يكون الغفير جري بعديها ب 300 متر عشان يحط الكبسوله الثانيه، لما القطر بيعدي عليها وتفرقع بيعرف ان المصيبه كبيره، يبتدي يهدي عشان يسمع الكبسوله الثالثه، لما بيسمع بقى فرقعه الكبسوله الثالثه بيعرف ان القطر هيتقلب، فلازم يقف. مين اللي بيحط الكبسولات يقف؟ الغفير. يعني احنا ناس كويسه، ها؟ احنا بناكل عيش بس، بناكل عيش يا عم الحاج. فهمت ارحمك؟ كده فهمت؟ انا عارف النوعيه دي. يا نهار اسود، الغفير مسعود، الغفير مسعود، يلا يلا روح عطله على قد ما تقدر، معانا حديد كتير، يلا يلا. صرت امي اخرس يا ابن يلا الهبل. يلا يا عم، يلا يلا يخرب بيتك. عم مسعود، ازيك يا عم مسعود؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انت مين يا ابني؟ ايه ده؟ انت مش فاكرني ولا ايه؟ انا ابن اسمه ايه ده؟ عم سيد السواق صاحبك، انت نسيته؟ سيد مين؟ معلش يا ابني، اصل دماغي متهوله شويه. لا متهوله؟ انت مش فاكرني يا عم مبروك؟ ده انت ياما شلتني وانا صغير وشخيت عليك. نسيت عم اسمه ايه ده؟ رخر عم رضا السواق. مش فاكر متولي ده خالص. متولي اسمه عم فتحي يا عم معلوف انت. سلم لي عليه، سلم لي لا سلم لك عليه ايه ده؟ انت لازم تيجي معايا بنفسك تسلم عليه والنبي يا عم مبروك. بعدين. لا بعدين ايه؟ ده عيان يا عيني، ده عيان. لا ما دام عيان اجي معاك، زياره المريض واجبه برضه.
لا زياره المريض ايه؟ ما هو خف خلاص الحمد لله. يلا انا هسيبك دلوقتي بقى عشان انت شكلك وراك شغل. هات السيجاره دي. ماشي يا عم مبروك. الله يخليك. الله يكرمك. الحمد لله انه خف. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. حتى صحابي نسيتهم. انا باين عليا خرفت ولا ايه؟ لما انا خربت كده وانا بجوز بنتي الكبيره، ما الصغيره هعيش لها ازاي؟ بجوزها منين؟ اتلكك وارفض الواد؟ البنت هتكبر ولو عجزت هبقى انا السبب. هعمل ايه؟ ايوه عامر مين؟ ما تاخذنيش يا ابني، دماغي مقلوبه، الخط بيقطع. ايوه يا حاج كده سامعني؟ انا عامر يا حاج. هي مش ام عبد الله قالت لكم ولا ايه؟ انا جاي عشان بنتك يا حاج. ايوه انا العريس. ايه؟ انا نازل اجازه يا حاج وبكلمك اهو من القطر. خلاص يا حاج هاجيلك بعد العشاء ان شاء الله. مع السلامه. والله يا ماما انا ما عارفه اعمل ايه. ناشا تعالي بقى العربيه عشان مصاريف العيال. صدقي يا بنتي فكره كويسه، ما هو هيعلم العيال بفلوسها. ثانيه بس بعد اذنك. بقول لك ايه يا ماما، ما تستجدعي معايا كده وتسلفيني 10000 جنيه من فلوس صندوق الزمالة. وعد وعد والله يا ماما، اول ما ادخل لك الجمعيه واقبضها هديهم لك على طول. ما ينفعش، دي اول فلوس همسكها في ايدي من يوم ابوكي ما مات. يا ماما بس وانتي هتعملي بيهم ايه؟ هعمل بيهم ايه؟ يا لهوي، هبيض الشقه واغير الحمام واجيب لنفسي هدمتين عليهم القيمه. نفسي في صندل بدل الشبشب المقطع اللي بخرج بيه ده، ولا هو مش من حقي يعني؟ يا ماما كل ده يا ماما ما يجيبش 2000 جنيه. انت عبيطه يا بت. يا بت لما كان ابوكي عايش بيضنا الشقه بس ب 2000 جنيه، شوف الوقت بقت بكام. يا ساتر، كتر خيرك قوي بجد. شكرا. امسك شاي. في ايه يا بت؟ ايه ده؟ انت مصلي بنتك في قرشين يا بت؟ قرشين يا دول؟ انا ما اتجوزتش يا بت ورميتك، لا سالت لا في عيل ولا في بيت. صلي على النبي يا حاج. يا ناس جواز ايه؟ دي فلوسي وفلوس ابويا. حرام عليك، انت بتعملي ليه كده وانا بشحت منك؟ ايد امك عادي. يا سودا يا سودا، طلعي اللي في قلبك يا سودا. انا عارفه جوزك المهيطر هو اللي عمال يزن على دماغي. الفقر هو اللي بيزن يا شيخه، الفقر والحوجه هي اللي بتزن. حرام عليكي، انا غلطانه اصلا انا جيت معاكي المشوار ده. انت جايه عشان تلهفي لي لما قلت لك لا يا ظهري وعايزه ترمي نفسك في القطر. انت اصلا لو تديني فلوس انا مش هاخدها منك. انا لو واحده في الشارع يا شيخه كنت صعبت عليك. يكفي ولعوا كاس قول يا بنت يا بنت الادب زي ما كان ممكن يقول عليك. هسيبك مرتاح وسابني الهم والقرف. ايه عشان ترتاحي انت كمان يا بنت؟ انت ما تقوليش بعد الشر عليكي يا بنت. بلا شر بلا حر. لا يا ربنا ياخدني يا شيخه قبل ما نوصل وناخد الفلوس اللي هتخسرنا بعض. حسبي الله ونعم الوكيل يا شيخه. ده انا في حوجه، ده انا بنتك ولا واحده غريبه اوعي تسيبيني. حسبي الله ونعم الوكيل. بنت الجحده قال ايه؟ مستخسره فيا ان اعيش مرتاحه يومين عشان تعالي في مدارس اجنبيه. رسائل حب، رسائل حب. تقعد معايا شويه يا جدع انت، والله وحشني قوي يا عز. وانت اكتر يا صديق. انت قريت الكلام المكتوب هنا ده؟ قريت. ده الواد ادب ابني شربات، يكتب 10 كتب احسن من الكتب دي. الكتاب اللي بتتريق عليه ده يبيع اكتر من نجيب محفوظ. نجيب محفوظ يا عم، احنا نستغنى على بعض، دي جوه حب بعض. ما هي دي الافيونه، الناس مكتوب لها الكلام اللي بتقوله لبعض. بعدين الناس هنا الغلابه هيقروا ايه يعني؟ كبيرهم واخد ابتدائيه. ده اللي رماك هنا يا عز، يعني بتكسب كويس من الشغلانه دي. اهي ماشي ماشي. الناس دي عارفه انك معاك ليسانس اداب، ولو عرفوا هيحصل ايه يعني؟ ضيعت عمرك في التعليم ده. خايب، وابويا خايب هو كمان. ضيع شقه عشان ابنه يبقى خريج جامعه، وهو قاعد في البيت عاجز مش عارف حتى ازوره.
عندك حل يا صاحبي؟ قدامك شغلانه توفر لي سجايري، سكني، لقمتي، اوضه ايجار جديد. مش عارف اقول لك ايه. مش هتعرف تقول لي ايه؟ مفيش حاجه تقولها. ده انا هتجوز واحده معدومه، مش عارف اجيب لها اوضه نوم ب 5000 جنيه ومش عايزني ابيع رسائل حب. انت عارف اخر كلامنا ايه؟ هتقول لي ايه؟ هشوف لك شغلانه تاخد موبايلي. ما تردش عليا، مش عشان كارهني، لا، عشان ما عندكش حاجه تقولها لي. رسائل حب. رسائل حب. كل ما بنجرب بحس اني عامل زي العيل الصغير اللي عايز يترمي في حضن امه وهي لسه فطمان. هنبقى مسخره البلد كلها. انا لازم ارجع عرض ابوه، ان شاء الله لو كلها بالمشي. انت عندك ارض، انا اروح فين؟ اروح فين ما تقول لي؟ قلت لك ما تبصليش كده. مالش تلقى في سنين طويله ولا قلت اي. نفوخ يساف في عز الشمس عشان خاطر دينار ونص. كلت عيش معفن تقرب كلها مسكك تاكله. وكنت اقدر ارجع بس قلت لا، عشان ما تقولش بيع عرض ابويا هو ما رضاش يبيع. هو اللي ضاع من عمري مش زي اللي ضاع من عمرك؟ ولا فلوسك انت الحلال وفلوسك الحرام؟ انت بتعيط ليه؟ لما شفتش دموعك في عز الشجر ما تبقاش مرة. هعيط هنا، يمكن اقدر اخش تعب قدام امي وابوي. انا الكبير يا صلاح، انا اللي مستنيني يرجع بالفلوس والشنط عشان اعوضه بسنين شقاوه. انا اللي هقف للبنات في جوازاتهم يا صلاح. اقول لهم ايه؟ اقول لهم ايه واجيب لهم كيف؟ انا حتى مش عارف اصلب طولي. بقول لك يا ابو خالد، انا معايا 2 جنيه يطموا من قبل ما نسافر. شاي. بقول لك يا بلدين، كم واحد الشاي؟ جنيه ونص. طب معلش عايزين كوبايه واحده. كوبايه واحده؟ هو يوم اخبر. شاي. منحوسين حتى في الشاي. هنقسمه على بعضين زي ما قسمنا كل حاجه سوا. اشرب بوب. ياض خد ياض شاي. جدع ياض، خد دي من عندي. كتر خيرك يا بلدين. كتر خيري ايه؟ هات النص جنيه، هنصرف على القطر وركبه. اذا كان لابد تقسموا حاجه اقسموا دي. ربنا يخليك يا بلدين، شايف الرزق؟ شاي. حد يقول واحد شاي. جبت لك معايا اكل. ايه يا ابني بس؟ انا كنت هاكل مع الواد بس بقى نفسي تسدد دلوقتي. ما تخليك نرجعك معانا مصر. ما اعرفش اروح فين في مصر، ولا اعرف في البلد اللي القطر رايحها، ولا اعرف اروح هنا ولا اعرف اروح هنا. ليه يا عبدو؟ ليه يا ابني وجعت قلبي؟ ليه حيرتني يا عبدو؟ معقولة يا امي مالكيش حد قريبك كده ولا كده؟ افتكري. لا ليا، بس انت عارف الزمان ده بقى ما حدش بيسأل في حد. بصي يا امي، انا هقول لك على الحقيقة. حقيقة ايه؟ ابنك كاتب في الورقة اللي سابها هي حد يلاقيكي يسيبك في دار المسنين. ايه؟ يقطعني. يبقى الواد زعل مني، اصل انا قلت له ان دواء السكر خلص. ما انا قاعده يا ابني من غير دواء بقالي مده. يقطعني. يا ريتني ما قلت لك يا عبدو، يا ريتني ما قلت لك يا حبيبي، انا السبب. زعل مني. ده هو ملوش حد، مفيش في الدنيا حد يعرفه غيري. انا اللي بغسل له هدومه. يا امي ابنك يا حبيبي انت زعلان علشان؟ طب انا خلاص يا ابني، انا رجلي والقبر، انما انتوا هتعملوا ايه في سنينكم السودة وايامكم المهببه دي؟ يا حبيبي لو عايز تخدمني يا حبيبي رجعني مصر. حاضر يا عم، هلف لفه وارجع لك. بس سيء عليك النبي، حياة شباب، يا رب ما تخض عليك. تحيي ناوي ترجع ولا هتسيب لي ورقة زي عبده؟
دكتور يا ناس، دكتور يا ناس الحقوني، الحقوني، مفيش دكتور، مفيش دكتور في القطر، الحقوني يا ناس، امي بتضيع مني، امي بتضيع مني، الحقوني، مفيش دكتور هنا، انا دكتور، الحقيني والنبي امي، الحقيني امي. وسع عشان النفس. يابا هي فطرت ايه؟ ما فطرتش حاجه بالظبط. هات لي كوبايه ميه بسكر جوام. هي عندها السكر؟ اه عندها. عبد العزيز هات لي شنطتي جوام. يما وزيدك يا ابويا، يما والنبي. ما تخافيش، دي ازمه سكر بسيطه. ربنا يكرمك يا دكتوره يا رب. لازم تاكلي حاجة يما. هات خدي اسقيها دول. خلاص انت كده بقيتي كويسة. الدنيا مش مضمونة. حقك على راسي والنبي يما، حقك على راسي، سامحيني والنبي. لو عوزتي حاجة أنا قاعدة أتجارك أهو. كتر خيرك يا بنتي. ألف سلامة. شوية دقيقة عشان دكتورة، اتفضل. شوية دقيقة عشان دكتورة. ايوه سندوتش، ايوه جبنه طعميه بيض اللي هياكل. ولع. ايه ده؟ في القطر كده؟ يا عم ولع عادي، انا معاك، ولع. يا وحشتني السيجاره. وحشتني السيجاره دي، مش هتلاقيها غير في مصر برضه. ام الدنيا. يا عم ام الدنيا طبعا. بص بقى، انا عايز اوريك على حاجه بقى ايه بيني وبينك كده. بص دي سلوى اختي. والله العظيم كل اللي يشوفها يقعد يضحك. والله البنت تشرح القلب صح؟ والنعمه كل اللي يشوفها قلبه ينشرح كده. حاجه بسم الله. بس ايه سلوى دي خريجه جامعه، معاها شهاده، وبتعمل اكل بقى لا تقول لي لا سويسرا ولا لندن ولا اي حته في امريكا. اكل امي وامك بقى. ايه ولا في ايه؟ ما تحترم ذات نفسك يا اخي. بتبص على ايه؟ لا يمكن مخلوق في الدنيا يبص على اختي. عيب. شفت سلوى؟ حلوة صح؟ استغفر الله العظيم يا رب. والله العظيم بناتنا دول غلابة. من أول ما يتولدوا يفضلوا قاعدين متلقحين في بيوتهم بين 4 حيطان، ولا في أي حد يعبرهم، ويجيهم عدلهم يا ما يجيهمش عدلهم، ويفوتهم قطر الجواز وتعنس. يعنسوا يعني بنات بتعنس. وفي غيرهم مرمين في الشوارع، لا اهل تلم ولا حكومه تهم ولا، في الاخر يقولوا علينا متخلفين. بس سلوى حاجه تانية. والله العظيم سلوى حاجه تانية. سلوى مصروف عليها. سلوى انا مربيها وخريجه جامعه ومعاها شهاده. استغفر الله العظيم يا رب. عندك شقه؟ لا بس يعني ممكن اجيب عادي. وحتى لو ما عندكش، ايه بعون الله كلها نص ساعه مع المحافظ نكون جبنا الشقه. بص بره يا سمحون. في ايه؟ في ايه يا ست؟ في ايه؟ يا اخوانا حمود يا صلاح اجمد يا مش قادر. اجمد اجمد اجمد. دكتور يا اخوانا عايز دكتور. عايز الدكتور يا دكتورة يا دكتورة، الحقي في واحد تعبان ورا وعنده كريز الكلى. الحقينا الله يبارك لك. الحقي الشنطة يا عزيز. الشنطة يا عزيز. سماعة يا عزيز. دكتور هو كان بيصرخ وسكت فجأة. عايز مغمى عليه دكتورة صح؟ مغمى عليه. دكتور ماله يا استاذ؟ بتعمل ايه يا حاج؟ بحمد الله. انت بتعمل ايه؟ بحمد الله. عايز
يا دكتور هو بيغمى عليه كتير. عزت تسيبني في المرار لوحدي يا عزت. عزت يا دي عزت ما تلعبش بعصام اكتر من كده. عزت يا لهوي يعني الواد ما بيردش. استر يا رب. عادي يا ماما، زهق من كتر الاتصال. زهق من مين يا اختي؟ زهق من امه ولا كله يا ماما منك؟ ما يصحش بقى. لا ولا كده. بس حاجه. جالك لك ايه معاد؟ ما تجيش الله ده حته بوس. بقول لك ايه، انا عم ناوي مطلع راجل يعني استغفر الله العظيم يعني مش هتكلم والله كده وطلعته بالشعر زي العجين. حمدي ضنايا خد يا قلب امك جبت لك اكل. عارف يا حمدي فلوس كتير قوي شايلاهم في البوسطه محدش يعرف عنهم اي حاجه او ربنا. يا اخويا بلا جامعه بلا تعليم بلا وكسه. ما هو عندك الواد اهو ابن امام الجامع خد الشهاده واتخرج وبيشتغل في محل البقاله بتاعت خاله. شكله مزيت كده وهدومه مقطعه ويقرف. انما انت بقى يا ضنايا عامل لك مشروع كبير قوي. ولا ما فيش في دماغك مشروع كده ولا كده؟ ما ترد عليا يا ابني. هو انا بكلم نفسي يا ضنايا؟ باكل يا اما بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عليك يا ضنايا. بسم الله عليك. فين؟ استغفرك واتوب اليك يا رب. الو. ايوه يا اخوي. ايه؟ ما لحقتش القطر. الاسبوع الجاي. ماشي يا اخوي. كتر خيرك. كتر خيرك. ملناش حد يا ابني الا ربنا سبحانه وتعالى. قوم يا ضنايا. قوم يا حبيب امك. قوم يا ضنايا ربنا يعفو عنك. ملناش حد غير ربنا يا حمدي. ما بقالناش حد غير ربنا. لا خال بينفع ولا اخ بينفع. ما بقالناش حد يا حمدي. بقينا لوحدينا. يا رب يا رب يا كريم. الو ايه يا باشا؟ لا مش مشكله يا باشا، شكرا يا باشا. مع السلامه. مفيش فرح. يعني ايه؟ يعني الراجل مش جاي. تعالى بس فهمني يعني ايه؟ يعني ما حدش هيسمعك ولا حد هيسمعني ولا عارفين لازمه في الدنيا دي. هوا احنا هوا. ابويا قدامه ساعه ويجي. يا لهوي بقى لو فلفل طب. خدي يا اختي خلصي الرصيد. موبايله خرج الختمه. كلميه على موبايل صبري. معاكي رقم؟ ايوه هاتي. وانت يا اختي بقى معاكي رقم صبري ليه؟ ما ترغيش يا بت، خدي اتكلمي. هاتي. جرس. ما ترد. ارد مين؟ انا فاضي. ايه ده؟ ايه يا ولية في ايه؟ هترش من ريحتك. ايه القرف ده؟ مش قلت لك تستحمى قبل ما تيجي؟ ريحتي؟ ده انا قشطه شمي، ده انا حاطط ريحه. ريحه الهباب بلا قرف. دي الريحه اللي بتحبيها يا مره، مش احسن من ريحه بسلامته. فشر. ده مسعود ده فله قشطه بيستحمى مرتين في اليوم. ولا بس سنه والهم اللي هو فيه. كنتش خليتك تلمس شعر مني. امال ليه بحبك يا صبري؟ بموت فيك يا صبري. انت مهبوشه. اهم كلمتين بضحك بيهم على نفسي عشان ضميري ما يوجعنيش. هو ضميرك بيوجعك قوي؟ يا ولاد الكلب. ابعد عني.
اروح فين؟ يا لهوي يا لهوي مسعود مسعود رجع البيت، انا مش عارف اوصلك، تليفونه قطع شحن. انت عملت ايه؟ قتلت مين؟ مسعود يخرب بيت امك، قتلته ليه؟ ليه؟ دخل على عمرته كان هيموتني. القطر هيتقلب يا صبري. صبري ما هم كده ميتين. يا رجل يا رجل يا رجل، ما كانش قصدي اقتله، ما كانش قصدي اقتله، ما كانش قصدي اقتله. ما كانش قصدي اقتله يا فلفل، والمصحف ما كان قصدي. لا قطر هيتقلب والناس هتموت يا صبري. هنعمل ايه؟ كبسولات يا كبسولات في القطر هيتقلب يا ولد طاير. اعمل ايه انا؟ قاطعني حاسس ان انا مش هشوف الولد تاني. ضنايا يابا ما حصلش يابا بس بيقول لي مين اللي قال لك؟ نهارك اسود يا بنت الكلب يا فجرة. يا لهوي والله ما حصل. استنى دايرة الطلاعي مع الشبان. كم سنة وكشان انا افراد مفيش قدام. استنى انا افراد مفيش قدام. في ايه يا ولد؟ ايه؟ وانعل الطرحة فجرة ومشهد المرقاعي مع الشبان. ترى ايه يا عم ابراهيم؟ التليفون مشغول دلوقتي. ليك ورايا سعيد لحد ما يرد. حرام عليك هتموت ايدي. الناس ترجع ورا. كل الناس ترجع ورا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. كل الناس ترجع ورا بسرعة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله.
ارجع ورا بقى. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. موجز الثامنة والنصف.